السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة وصفة وتريك. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الجبنة. أنا عملت كل الكمية اللي قدامك دي، تقريبا كيلو وربع من الجبنة. عملتهم بلتر واحد بس من اللبن. هتشوفي معايا كله بعينك على الميزان. لو أول مرة تشوفي قناتي ياريت تنوريني بالاشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا بينا نسمي الله ونبتدي على طول. بسم الله توكلنا على الله. هنبدأ نشتغل مع بعض. أول حاجة هنحضرها معانا، أنا محتاجة الحلة اللي احنا هنشتغل فيها، ومعايا لتر من اللبن أنا مجهزاه معايا، ومعايا الميزان. أهم حاجة إن أنا همشي الخطوات كلها معاكي على الميزان خطوة بخطوة علشان تتأكدي قد ايه من اللتر الواحد اللي معانا في الشفشق هنطلع كيلو وربع من الجبن. أول حاجة هعملها خالص هصفر معاكي وزن الحلة على الميزان. في خطوات انا مش هسرعها علشان بالذات الخطوات بتاعة الوزن على الميزان، علشان تتأكدي معايا من وزن خطوة بخطوة. كده خلاص انا صفرت معاكي الحلة. هبدأ بقى اجيب كوباية واعير معاكي اللبن جوه الحلة، عشان احنا مش هنبتدي باللبن كله مرة واحدة نشتغل بيه في الحلة. احنا هنسيب جزء على جنب نشتغل بيه الاول، وجزء هنخليه معانا جاهز جوه الحلة. كده هبدأ اعير معاكي اللبن كوباية كوباية. انا دلوقتي هحط معاكي الكوباية الرابعة، هتلاقي الكمية على الميزان عملت 800 ملي، والكوباية الأخيرة هي دي الكوباية اللي أنا هحطها على جنب علشان هشتغل بيها دلوقتي. هحضر معايا الكبة، وجايبة معايا ربع كيلو من الجبنة البراميلي. أنا هنا كنت عايزة أوريكي وزنها، هي 240 جرام، كانت عاملة تقريبا 33 جنيه، وسعر الكيلو أصلا 136 جنيه. علشان احنا في الآخر هنشوف طلعنا كمية قد ايه ووفرنا مع بعض قد ايه. هحط الربع كيلو معاكي في الكبة، وأبدأ أضربها بالسلاح بتاع الطحن العادي. أنا عايزة أحول الجبنة البراميلي دي دلوقتي لجبنة كريمي، زي ما انت شايفة هي متكتلة معايا خالص. هبدأ أضيف جزء من اللبن وارجع أضربها معاكي تاني، واشوف قوامها معاكي هيوصل لدرجة عاملة ازاي. هنا هي بدأت يعني تلين معايا شوية في الضرب، بس طبعا لسه القوام بتاعها مكتل. هرجع انزل الجوانب كلها واضربها مرة كمان، ونرجع نشوف القوام مع بعض ازاي. هنا خلاص القوام بتاعها بدأ يبقى كريمي، بس لو لاحظتي هتلاقيها لسه مخرزة معايا شوية، فهرجع اضيف لها شوية لبن صغيرين كمان، وارجع اضربها مرة كمان. كده ما شاء الله القوام بتاعها ظبط معايا وبقى قوامها ناعم خالص. هنرجع بقى تاني نفضي بقية اللبن اللي اتبقى مننا اللي في الكوباية. انا كده بوريك احنا كنا واقفين ان هي واقفة معايا على 800 ملي. بقية اللبن بقى اللي اتبقى مننا من ضرب الجبنة هنرجع نضيفه تاني، والجبنة بقى البراميل اللي احنا حولناها الجبنة كريمي دلوقتي هنرجع نضيفها تاني على اللبن. انا هنا بوريكي الكمية اللي طلعت معايا بعد ضربها. هننزلها كلها مع بعض في الحلة، ونرجع نشوف تاني الوزن على الحلة وصل قد ايه. هي دلوقتي وصلت معايا الكيلو و200 جرام. هزود لك الفوكس دلوقتي على الميزان عشان تتأكدي معايا من الرقم. هي كده وصلت معايا الكيلو و200 جرام.
كده بقى الجبنة الكريمي لسه على وش اللبن خالص، هنبدأ ندوبها كويس قوي في اللبن، وابدأ ارجعها تاني على الميزان عشان انا عايزة اقسم الكمية اللي هي كيلو و200 دي معايا لجزئين، جزء هنعمله جبنة قطع وجزء هنعمله جبنة كريمي. انا دلوقتي هسيب في الحلة 600 جرام وهاخد في الشفشق معايا 600 جرام اهو زي ما هوريكي على الميزان. دول كده انا سبت في الحلة 600 ومعايا في الشفشق 600. ال600 الاولانيين هنبدأ نضيف عليهم النشا. انا هضيف معاكي معلقتين كبار من النشا، شايلين نشا على اخرهم هرمين زي ما انتي هتشوفي معايا كده بالظبط. وبعد كده ولسه الحل على البارد هبدأ اقلب النشا معايا وادوبه كويس جدا قبل ما ارفعه على النار. هنا خلاص النشا معايا داب، هنبدأ نرفعه على نار. النار ما تبقاش عالية قوي، تبقى نار متوسطة. ايدك بقى فيها ما تسيبيهاش خالص. اول ما تبدأ تسخن معاكي هتلاقي المضرب بدأ يمسك فيه تكتلات جبنة زي ما انت شايفة معايا كده بالظبط. ايدك بتفضل تفك في التكتلات اللي بتتعمل في الجبنة، بتلاقي الجبنة تحت ايدك بدأت تتقل زي ما انت شايفة معايا كده. ايدك برضو فيها علشان تفكي اي تكتلات زي ما انت شايفة معايا كده بالظبط. هي كده ما شاء الله خلصت. انا طفيت عليها، حطيت لها نص معلقة ملح وبعدين قلبت كويس. رجعت دقتها ورجعت زودت لها كمان نص معلقة ملح، بس ما صورتش النص التاني. يعني انا ال600 ملي حطيت عليهم معلقة صغيرة من الملح مع حدق الجبنة البراميل. هنا بقى انا ايديا بسرعة قوي فكيت كل التكتلات اللي حصلت في الجبنة. انتي بقى في المرحلة دي قدامك حاجة من الاتنين، يا اما تعمليها زي ما انا عاملاها كده بالظبط بالمضرب وتنيجي تفككي فيها لغاية لما تهدى معاكي شوية، يا اما تضربيها بالهاند بلندر او تحطيها في الكب، على حسب هي اتكتلت معاكي ولا كانت سلسة معاكي زي ما كانت معايا. انا هنا جبت معايا علبة وحطيت فيها معلقة زيت واحدة بس، وهبدأ افضي الخليط كله من الحلة جوه العلبة واسيبه لغاية لما يبرد. وكده ان شاء الله دي الجبنة القطع الاولانية اللي خلصت معايا. زي ما بقولك لو لقيتي الجبنة اتكتلت معاكي خلي بالك اعمليها بالهاند بلندر او حطيها في الكبة. المهم ما تفضيهاش وهي فيها كتل عشان ساعتها مش هتديكي الجبنة الكريمي اللي انتي عايزاه. خلاص مجرد ما تبرد معاكي هتسيبيها بره لغاية لما تبرد بره التلاجة، وتغطي وشها بستريتش او بغطا العلبة وتحطيها في التلاجة وتبدأي تقطعيها تاني يوم ان شاء الله. هي بتبات تقريبا 12 ساعة في التلاجة. اوعي تقطعيها قبل 12 ساعة، مش هتعرفي تقطعيها ومش هتتحكمي فيها، لازم تبيتيها ليلة كاملة في التلاجة. بصي هي مجرد بس ما بدأت تهدى خالص كده بدأت تفصل لوحدها من الجوانب بتاعة العلبة. انا بس بوريكي ان هي ما شاء الله طلوعها هيبقى سهل جدا معاكي. كده خلاص خلصناها، هنسيبها تهدى خالص وندخلها التلاجة ونشوفها مع بعض الصبح. نيجي بقى لل600 ملي اللي احنا كنا حاطينهم فاصلينهم وحاطينهم في الشفشة. هنقلبهم بالكبشة كويس لان الجبنة بتكون عملت زي وش كده على وش اللبن. وبعد كده نرجع نجيب معانا الحلة ونرجع نشتغل فيهم تاني. هنفضيها معانا. نقلبها بس كويس اهم حاجة علشان ما يبقاش الجبنة من فوق واللبن من تحت، تبقى كلها مختلطة ببعضها. بعد كده هنبدأ برضو نجيب معانا المكون الأساسي اللي هيربط الجبنة، بس المرة دي هنحط معلقة نشا واحدة بس لأن دي احنا هنعملها قوامها كريمي. هنقلب النشا كويس على البارد ونبدأ نرفعها على النار. برضو انا هنا بقى حطيت معلقة الملح كلها مرة واحدة لأن في المرة الأولانية أنا حطيت نص في نص، فهنا حطيت المعلقة قدامكم مرة واحدة. برضو اهي بدأت تعمل تكتلات معايا على المضرب كده تمام. ايدك فيها ما تسيبيهاش خالص، برضو على نار متوسطة زي ما عملنا الجبنة في المرة الأولانية. التكتلات معاكي بتبدأ تزيد، مجرد ما تغلي وتاخد معاكي غلوتين دي بقى مش هتمسك، دي هيبقى قوامها خفيف.
لان احنا حاطين لها معلقه نشا واحده بس. زي ما انت شايفه معايا هي بدات تغلي خالص اهي. هطفي النار وارفعها من على النار. هبدأ بقى اضرب بيها شويه لغايه لما اطلع منها كميه بخار كويسه، لان انا شفشق الخلاطه عندي بلاستيك، كنت لازم اهديها بره الاول. هنا بقى لو انتي عندك هاند بلندر هتشتغلي فيها على طول. وهي بتنضرب في الخلاط انا حطيت تقريبا 4 معالق من الزيت عشان يخلوا القوام بتاعها تقيل وكريمي. حطيتهم وانا بحطهم حطيتهم سرسوب خفيف خالص، ما نزلتش بيهم كلهم مرة واحدة. سبتهم ينضربوا مع بعض كويس قوي في الخلاط وفضيتهم. برضو سبتها هديت وحطيتها في التلاجة ديت كده. تاني يوم الصبح هنشوف النوعين بتوع الجبنة. دي الاولانية اللي احنا عملناها، هنقلبها دلوقتي وهنشوف القوام بتاعها. هي طبعا نزولها سهل جدا، مجرد بس ما رجيتي العلبة كده هتلاقيها نزلت منك في الطبق على طول. هي ما شاء الله طلعت كلها، مفيش اي حاجة ماسكة معايا في الطبق خالص. هنبدأ بقى نقطعها مع بعض ونشوف القوام بتاعها. خدي بالك هي كده باتت معايا من بالليل لغاية الصبح. ما شاء الله القوام بتاعها حلو جدا. طعم الجبنة كمان فيها كان مميز قوي، يعني اكنك بتاكلي جبنة براميلي فعلا. طبعا انتي ممكن بقى اي نوع جبنة انتي بتحبيه تستخدميه، دي حاجة ترجعلك. هوريكي قوامها. ما شاء الله قوامها كان طري جدا وناعم جدا. بصي زي ما انت شايفة معايا كده بالظبط. كمان دهنها يعني بتندهن بسرعة جدا في السندوتشات، انتي مش بتحطيها قطع زي ما هي كده. هتشوفي معايا دلوقتي. ايه ما شاء الله فعلا طريقة ناجحة جدا وموفرة. يعني كفاية قوي ان انتي عارفة انتي عاملة ايه، انتي حاطة لبن عامل ازاي وحاطة الكمية كانت عاملة ازاي، ووفرت معاكي فلوس قد ايه. يعني هي موفرة فعلا وطعمها حلو، تستاهل فعلا انك تجربيها. هنا ما شاء الله هي بتندهن معايا كويس، ما بتتحطش قطع زي ما هي، مش زي الجبنة الشيدر مثلا بتبقى ماسكة في نفسها كده، لأ. هي قوامها طري فعلا معاكي وتقدري ان انتي تدهنيها في السندوتشات كويس قوي كده. دي كده اول علبة جبنة خلصت معانا. هنشوف بقى النوع التاني الكريمي اللي احنا عملناه مع بعض. كده برضو كان عدى عليها 12 ساعة من بالليل للصبح. اللي على الوش ده ما شاء الله القشطة بتاعت اللبن، يعني هي ما شاء الله جبنة بخيرها. هنشوف بقى قوامها دلوقتي. ما شاء الله قوامها ناعم جدا جدا. بصي ما شاء الله في الفرد عاملة ازاي. اتمنى ان شاء الله ان انتي تجربيها، ولو عجبتك ياريت تكتبيلي في التعليقات انتي جربتيها ولا لسه. بصي قوامها حلو جدا ازاي. كفاية جدا ان هي معمولة بخيرها، ووش القشطة بتاعها موجود عليها من فوق. يعني ما شاء الله بتقدمي لولادك حاجة متكاملة. لو اول مرة تشوفي قناتي ياريت تنوريني بالاشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.